بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله صنف من الحلويات جميل وسهل وسريع. في 10 دقايق بالظبط هتكوني عملتيه بعد الفطار، بعد ما تخلصي وتمام وعايزين تاكلوا حاجة حلوة هتقومي تعمليه، مش هياخد معاكي وقت خالص. بيقولوا الكشري الحلو او قنبلة. اطلقي عليه الاسم اللي انت عايزاه، سميه براحتك. هو صنف من الحلويات في منتهى الجمال، تركيبة كده رائعة بصراحة، ومش مكلفة بإذن الله. يعني ديت كده بقية لفة جلاش كانت موجودة عندي، قطعتها بشكل عشوائي بأي شكل انت عايزاه، وهحط لها معلقة من السمنة وهبدأ أقلبها بالشكل ده لحد ما تحمر معايا. ممكن كنتي دهنتي الورق بالسمنة برضو أو بالزبدة وحطيتيه في الفرن ياخد لون، عادي براحتك لو انت عايزة. بس احنا قلنا مش هنشغل الفرن خالص، يعني في الصنف ده ان شاء الله مش محتاجين الفرن خالص النهاردة. كمان بعد ما خلصته في نفس الطاسة كده، ديت مش ما كملتش ربع كنافة، لأنها بقية كنافة كانت موجودة عندي من السنة اللي فاتت، وانا بقلب كده في الفريزر لقيتها. فقلنا ايه، يعني ما كانتش تنفع تتعمل حاجة لوحدها، فكان لازم تتعمل في تركيبة زي كده. قلبناها برضو معلقتين سمنة وقلبناها لحد ما احمرت بالشكل ده. في بولة بقى هحط حوالي نص كوباية من المية المتلجة، وهحط فيها معلقة من السكر. هقلب السكر ادوبه، او حتى لو عايزة تحطي معلقة من السكر المطحون جاهزة تمام. بعد كده هحط عليها 3 معالق من الكريمة. قلتلك قبل كده لما تجيبي كريمة كويسة ده هيريحك جدا وهيوفر معاكي، وهيبقى هي ممكن تبقى غالية في السعر وانت بتشتريها، بس هتبقى ارخص بالنسبة لان هي هتدي معاكي كتير. هنقلبها بالمنظر دوت، وهنضيف عليها حوالي معلقة كبيرة من بودرة الكريم كراميل. يعني انت هتجيبي الكيس هتستخدميه في كذا حاجة، هتاخدي منه بس كده معلقة زي ما خدنا كده، والباقي هتشيليه هتستعمليه في اي حاجة تاني، يعني مفيش حاجة هتترمي ان شاء الله. هنقلب بقى بالمنظر ده، وكل ما هنلاقيها محتاجة مية، طبعا المية جنبي وهزودها لحد القوام المناسب اللي انت عايزاه. هنبدأ بقى في الكاسات بتاعة التقديم. هنا انا برش على الجلاش معلقتين من الشربات ده انا كنت عاملاه وشايلاه في التلاجة، شربات تقيل بارد. وهنا كمان هحط معلقتين من الشربات علشان الجلاش يبقى مسكر، وكمان الكنافة تبقى مسكرة معايا. وهبدأ بقى اركبهم مع بعض في الكاسات زي ما انا عايزة الكنافة الاول وبعد كده الجلاش براحتك خالص. عايزة العكس دي حاجة ترجع لك انتي في التركيبة بتاعتك. هنحط بقى رق من الجلاش ورق من الكنافة، هعبي كوبايات كلها زي ما انت شايفة كده. نوع حلو جدا، ولما تاكليه مش هتعملي حلويات تاني غير النوع ده، جميل جدا بجد. يعني كتير سمعت عنه، الكشري الحلو ده طعمه جميل وبنشتريه ومش عارفة ايه وسعره عالي من بره، فقلت بقى لا اجربه بقى واشوف ايه ليه الضجة اللي عليه ديت. بس بصراحة يستاهل. شوفي بقى انت ممكن تعمليه باي شكل، تعمليه زي ما احنا عملنا كده بالكريمه ومعاها طعم الكريم كراميل. ممكن تحط لها كمان نوتيلا من فوق، انت عارفه ان انا ببقى عامله النوتيلا في البيت، يعني كان ممكن معلقتين من الشوكولاته حطينا لهم شويه لبن، وكنا عملنا كمان طبقه من الشوكولاته. بس كده انسي الرجيم خالص، يعني انت طول النهار صايمه هتخسي جرامين بعد الفطار هتزيدي كيلو. فانت حاولي بقى يعني تدوقي بس، لان هي هتعجبك قوي، هتبقى عايزه بقى تخلصي كميه يعني. فانا حبيت ان انا اعملها بس خفيفه شويه كده النهارده، بالنسبه للي بتتعمل، بالنسبه للوصفه اللي بتتعمل، لان بيضاف لها حاجات كتير فبتبقى دسمه وبتبقى آه يعني مسكره قوي زياده عن اللزوم. فانا حبيت بس اخليها ايه يعني خفيفه شويه النهارده،
وفي منتهى الجمال، والله العظيم في منتهى الجمال، عجبت الولاد جدا. حطينا كمان بعد ما حطينا الكريمة هنحط نفس الطبقات اللي احنا حطيناها تحت زي ما انت شايفة كده، كنافة وفوق منها الجلاش. وتعملي كمان طبقة من الكريمة. شايفة الجمال؟ تركيبة في منتهى الجمال. نعبي بقى الكوبايات كلها. عندي بنتي مش بتحب الجلاش، علشان كده سبت لها واحدة كنافة بس. الطبقة التانية زي ما اتفقنا من الكريمة كان ممكن تبقى بقى ايه، نوتيلا، تبقى صوص كراميل، تبقى اي حاجة تاني انتي عايزاها. في الزواق كمان لو هتحطي احنا هنا هنحط الكراميل بتاع العلبة اللي هو الجاهز. ممكن بقى تحطي اي حاجة انتي عايزة تحطيها من فوق على الوش. عايزة تسيبيها كده، عايزة تحطي لها شوكولاتة، براحتك خالص، دي حاجة ترجع لك. عايزة تحطي مكسرات حطي. انا هحط لها بس، هكتفي على ان انا مش هشتري حاجة من بره. أه هحط بس شوية من الجلاش اللي انا عملته وخلاص على كده. كان ممكن تحطي بقى اي نوع مكسرات انتي حباه. بعد كده بقى هنمسك الكراميل وهنحطه على الوش وبس. خلاص هتحطيها في التلاجة ربع ساعة وفي منتهى الجمال، حتى لو مش عايزة تحطيها في التلاجة خالص. بس احنا قلنا علشان بس التركيبة تاخد من بعض كده. اهو زي ما انت شايفة جميلة جدا، جربيها وبإذن الله هتدعيلي، في منتهى الجمال. حلوة جدا لو هتقدميها قدام ضيوف، جميلة جدا وشيك جدا وهتعجب أي حد هيدوقها. وبس كده خلاص، النهاردة خلص الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.